من كام يوم في صفقة إعلان رضا سليم لاعب للنادي الأهلي اتذكر في فيديو الإعلان الرحالة المغربي ابن بطوطة. وليه اتذكر تحديدا في الفيديو ده بقى صاحبي اللي أقول لك عليه، ويلا بينا. 24 فبراير 1304 في طنجة بالمغرب بيتولد ابن بطوطة، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي. اتولد في مدينة طنجة في المغرب، واشتهر باسم ابن بطوطة ولقبوه بأمير الرحالة. قبل ما يبدأ ابن بطوطة رحلاته الاستكشافية كان قاضي في المغرب. سنة 1325 بيقرر ابن بطوطة إن هو يروح يحج في مكة. في الوقت ده كان عمره 21 سنة، في الوقت ده اللي بدأ فيه رحلته الاستكشافية الأولى. كان ناوي في الوقت ده إن هو يدرس الشريعة الإسلامية في البلاد على طول مساره من طنجة لمكة. وبدأ ابن بطوطة رحلته على ظهر حمار من غير اي صاحب ليه. بعد فتره صغيره انضم القافله كانت متجهه للحج في مكه. الطريق في شمال افريقيا كان صعب قوي، كله مخاطر وحراميه، وكان فيه مشاكل كبيره يعني، ودي كانت من الحاجات الصعبه اللي كانت بتواجه ابن بطوطه. لكن هو شغفه بالترحال كان اكبر من اي حاجه. قبل ابن بطوطه ما يوصل مصر اتصاب بحمى شديده جدا، لدرجه ان هو اضطر ان هو يربط نفسه في السرج بتاع الحمار عشان ما يقعش من عليه، لان من كتر ما التعب كان شديد عليه لدرجه ان هو ما كانش قادر يقف على رجله. وقبل ما يوصل ابن بطوطه مصر اتجوز اول جوازه ليه، ودي كانت الاولى صاحبي من 10. وصل ابن بطوطه مصر، ودي كانت من اهم الاماكن في رحلته، لانه درس هناك الشريعه الاسلاميه ولف اسكندريه والقاهره. وصف القاهره وقال انها منقطعه النظير في الجمال والروعه. كمل الطريق بتاعه لمكه وشارك في مناسك الحج. بعد ما خلص الحج قرر ان هو يكمل في التجوال في العالم الاسلامي. كان ابن بطوطه بيفسر شغفه بالترحال بحلم حلمه زمان، وان الحلم ده ان طائر كبير خده على جناحه وسافر بئر الشرق وسابه هناك. صار له حلم ده عالم وقال له ان انت هتحقق حلمك بالترحال وهتجول الارض. سنه 474 هجريا بينضم ابن بطوطه القافله كانت رايحه لبلاد فارس والعراق، وقضى فتره في العراق وكان منبهر بيها جدا بسبب كميه الكتب والعلوم اللي كانت موجوده في الوقت ده في العراق. بعد كده اتجه لشمال اسيا شويه ناحيه اذربيجان، ورجع منها واستقر في مكة شوية، وطلع من مكة على اليمن وانضم هناك لرحلة بحرية كانت متجهة للساحل الغربي في افريقيا. كانت اول محطة ليه هناك الصومال، تحديدا مقديشو، وكمل رحلته هناك على طول الساحل وزار كينيا وتنزانيا. وكده يعتبر مسار الرحلة الأولى خلص، ويبدأ مسار الرحلة الثانية. ابن بطوطة وهو لسه في أفريقيا حط خطة للسفر للهند، كان بيأمل إن هو يلاقي وظيفة كقاضي إسلامي هناك. وانضم لقافلة بحرية عدت على مصر بعد كده سوريا لحد ما وصلت لساحل تركيا. ابن بطوطة في الوقت ده كان مشهور جدا، كان السكان والملوك بيضيفوه وبيكرموه قوي، وكانوا بيدوا له هدايا سواء مال او عبيد او خيول، وهو كان محبوب ربنا حبب فيه خلقه. بعد كده عبر من تركيا البحر الاسود ودخل منطقه القبيله الذهبيه. القبيله الذهبيه كانت واحده من مدن امبراطوريه المغول اللي كانت موجوده في ارض منغوليا، واللي انضمت بعد كده للاسلام، ورحبوا بيه جدا هناك. وقعد هناك لمده شهر. بعد كده زار ايا صوفيا واستقبله الامبراطور هناك ورحب بيه قوي. قبل ما يخش ابن بطوطه الهند عبر بالصهوب القراصيه وافغانستان وهندوكوش. وصل صاحب ابن بطوطة الهند سنة 1634، وفي مدينة دلهي نال كل اللي كان بيتمناه، وحصل على وظيفة قاضي إسلامي هناك، واللي اداها له السلطان الإسلامي لإمبراطورية مدينة دلهي محمد طغرل. واستمر ابن بطوطة في الوظيفة دي لمدة سنوات، واتجوز وخلف كمان. وبعد فترة قضاها ابن بطوطة هناك اختار السلطان إن هو يكون مبعوث على رأس قافلة كانت متجهة للبلاط المنغولي في الصين. وفعلا راحوا بالقافلة اللي كانت متجهة هدايا وعبيد كتير. رحلة ابن بطوطة للصين كانت أكتر جزء في تاريخه فيه مغامرات، لان هم في طريقهم للصين هجم عليهم مجموعه من المتمردين الهندوس وسرقوا كل حاجه في القافله، وخطفوا ابن بطوطه وسرقوه. ما سابلوش بس الا السوال بتاعه، بس هو قدر يهرب منهم وراح مع مجموعه لمينا كاليكوت، وركب سفينه من هناك كانت متجهه برضه للصين. بس هي متهيألي رحله الصين دي كان حد باصص له فيها، لان هم واجهوا عاصفه كبيره قوي في البحر غرقت كل السفن وموتت ناس ياما، بس نجا ابن بطوطه من الموت. بعد كده قعد يفكر هل يروح للصين بعد كل المخاطر اللي هو واجهها دي كلها، ولا يرجع مرة تاني للإمبراطور في دلهي. هو قال لك ولا ده ولا ده، هنروح اقعد شوية في المالديف اروق على حالي بقى كده اشوف هنعمل ايه. وفعلا راح لجزر المالديف وقعد هناك فترة وعمل هناك قاضي واتجوز وخلف كمان. بس بعد فترة حصل مشاكل ما بينه وبين الحاكم هناك، فقرر ان هو يسيب الجزيرة خالص. فرجعت في دماغه تاني فكرة الصين، وان هو حقق حلمه اللي حلمه قبل كده بان هو يبقى رحالة كبير ويتجول لحد الشرق. فاتحرك ابن بطوطة من جزر المالديف لسريلانكا، اللي منها ركب مع سفينة تجارية كانت متجهة للصين. وبعد 4 سنين من بداية رحلته من الهند يوصل أخيرا ابن بطوطة الصين في سنة 1645. وصفها ابن بطوطة إن هي البلد الأكثر أمانا والأفضل للمسافر، وأشاد بجمالها الطبيعي، لكنه وصف سكانها بالوثنيين والكفار بسبب الحاجات اللي كانوا بيعملوها اللي هي مخالفة للشريعة الإسلامية. فهو قال إن هو يقعد هناك في المجتمعات الإسلامية عشان يقوي نفسه من الفتن. كان من هناك بيكتب تقارير غامضة عن المدن الكبيرة زي هانجيتشو، اللي وصفها إن هي أكبر مدينة شافها على وش الأرض. في خلاف في الوقت ده ما بين المؤرخين الى اي مدى وصل ابن بطوطة في رحلته في الصين، بس هم استقروا ان هو وصل لحد مدينة بكين في الشمال. وكده الرحلة التانية بتاعته خلصت، لان الصين كانت بداية نهاية رحلات ابن بطوطة.
لأنه رجع المغرب سنة 1349، وفي نفس السنة مات أبوه وحزن عليه ابن بطوطة قوي، وفضل فترة مقيم في طنجة وما بيتحركش منها، لكن هو قرر إن هو يروح رحلة صغيرة لحد أسبانيا، وفعلا راح، ومن هناك راح لرحلة استكشافية لمالي، تحديدا مدينة تومبكتو، اللي منها رجع على المغرب تاني، وقرر إن هو بطل ترحال بعد رحلته التالتة. فطول تاريخ ترحال ابن بطوطة ما كانش بيحتفظ بأي يوميات. لما رجع المغرب سنة 1354 لما استقر هناك وقرر إن هو مش هيروح حتة تانية، أمر سلطان المغرب أبو العنان الماريني إن هو يجمع يومياته ومغامراته في كتاب، وقضى سنة 1355 كلها بيكتب في الكتاب ده، وبعد ما خلصه سماه تحفة الأنظار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار. انتشر بعد كده الكتاب ده انتشار واسع جدا في العالم الإسلامي في القرن ال14، وأصبح من أشهر الكتب في الترحال والمغامرات. بعد كده قضى بقية حياته ابن بطوطة القاقدي في المغرب. بعد ما حقق حلمه في الترحال والمغامرات وإن هو يوصل للشرق، مات ابن بطوطة سنة 1368، وتنتهي معاه سنين من الرحلات والمغامرات والشغف الكبير بالترحال والمعرفة. ودي كانت نهاية تاريخ ابن بطوطة. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لايك واشتراك سواء انت على فيسبوك او على يوتيوب، وهسيب لك المصادر في الكومنتات. كان معاك يوسف جابر.